السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة جاي اعرفكم ايه الفرق ما بين السيناتور ايس 300 والسيناتور 4040. وطبعا ازاي تختار، يعني تختار سيناتور ايس ولا سيناتور 4040، وايه الفرق ما بينهم، وايه السيلفرات اللي عليهم. طبعا حضرتك لو انت عايز اي بي تي في، ايه الاي بي تي في؟ يعني قناه البين سبورت. عايز تتفرج على افلام، على مسلسلات عن طريق النت وكده، يبقى عليك وعلى السيناتور ايس 300. ده عليه سيلفر لمده سنه كامله، هيشغل معاك الاي بي تي في. طب حضرتك بقى لو انت عايز شيرنج وعايز سنتين اي بي تي في، يبقى عليك وعلى السيناتور اس 4040 فيرجن 2 الجديد. ده يشتغل معاك سنتين، 2 اي بي تي في. قناه البين سبورت يشغل معاك افلام، مسلسلات. وطبعا السيناتور يشتغل معاك سنة. تعال ما افرجكوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شركة سيناتور شركة لا يعلى عليها بصراحة في سرعة النت في الجهاز وكل حاجة. الاتنين طبعا بيجي ده برامة واحد وده رامة واحد، والاتنين ده بيجي معانا باتنين ريمود زي ما حضرتك شايف كده. ريموت بلوتوز وريموت عادي، وده بيجي معانا بريموت واحد ريموت بلوتوز. بصراحة الرسيفرين الاتنين احسن من بعض، بس حضرتك زي ما انت عارف لو انت بتحب الشيرنج وانت عايز تتفرج على قنوات تكون على الشيرنج وكده، يبقى عليك وعلى السيناتور 4040. والصورة طبعا بتاعته الاتنين الصورة بتاعتهم جميلة جدا. معالج جي اكس حاجة محترمة جدا. واي حد محتاج اي حاجة واي استفسار اكتب له في الكومنتات، وبإذن الله ارد على حضرتك. سلام عليكم.